السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار، ولكن قبل ذلك إعلان عن التماس رؤية هلال شهر شوال للعام 1446 هجري الموافق 2025. من المحتمل أن تثبت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29 من رمضان لعام 1446 هجرية الموافق 29 من مارس لعام 2025. وعليه فالمطلوب من جميع المسلمين الاجتهاد في التماس رؤية الهلال مساء يوم السبت، فمن رأى الهلال فعليه إثبات شهادته لدى أقرب مكتب فرعي لدار الإفتاء أو مجلس أوقاف. فإذا ثبتت رؤية الهلال في اليوم المذكور فسوف يكون يوم الأحد قرة شهر شوال للعام 1446 هجرية الموافق 30 من مارس لعام 2025. وإن لم تثبت رؤيته في ذلك اليوم فسيكون أوله الاثنين الموافق 31 من مارس لعام 2025. وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. عناوين النشرة: مدرسة ورسائي كالو في سوا تقيم العام الدراسي. شرطة الإقليم الجنوبي تنظم سيمينارات واسعة. المبادرة الأهلية لتعزيز التعليم ومديرية لقوعان سبا تسجل تقدما ملحوظا. زلزال قوي يضرب من مهر ويتسبب بأضرار وهزات تمتد إلى تايلاند والصين. بوتين يعلن عن مهام واسعة النطاق في القطب الشمالي. انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين الصين وتايلاند. إلى التفاصيل: أجرت مدرسة ورسائي كالو في سوا التي تقدم التعليم للصف الثاني عشر للطلاب المكملين الصف الحادي عشر من كافة أرجاء البلاد تقييما للعام الدراسي 2024-2025. حضر التقييم المنعقد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مارس مسؤولو مكاتب التعليم في الأقاليم وأقسام المدارس الثانوية، ومسؤولو الخدمات الاجتماعية في إدارات الأقاليم، ومسؤولو الجبهة والاتحادات الوطنية، وكبار القادة ومقدمي الرعاية الطبية بمركز تدريب الخدمة الوطنية. وذكر مدير مدرسة ورسائي كالو الأستاذ رسوم قبره هوات استقبال حوالي 20,000 طالب، بينهم 50.4% طالبات في العام الدراسي 2024-2025 من 111 مدرسة ثانوية، 99% منهم أكملوا منهم التعليم. وبالمناسبة قدمت وحدات الشؤون الأكاديمية والثقافية والرياضية والصحة وتنمية الموارد البشرية والبحث والوحدات المساندة الأخرى تقارير أعمالها. وبعد مناقشات معمقة وصل المشاركون إلى التعرف على وجه القصور التي تعيق العملية التعليمية وإيجاد الحلول لها سريعا، وتعزيز المدارس في الأقاليم جهودها لضمان نجاح الطلاب واكتسابهم المعرفة الكافية والدفع بتعليم الزمالة وإصلاح التأخير في تعيين المعلمين. وفي كلمته الختامية قال ممثل وزير التعليم السيد بطرس هيل مريم أن مشاركة جميع الجهات المعنية في التقييم كان مفيدا للغاية في تحديد وتصحيح أوجه القصور الحالية. واختتمت مدرسة ورسائي كالو السنوية عامها الدراسي 2024-2025 في 24 من مارس الجاري. ألقى قائد شرطة الإقليم الجنوبي العقيزة ميكيل تخلية سيمينارات لأكثر من 14,000 شاب وطالب في صنعافي وعدغيح وميسروة وسجنيتي وميعين وعرزة ودكمحري وميديمة في الفترة من 18 وحتى 26 من مارس الجاري. وركزت السيمينارات على الأخلاق الحميدة وأهمية الحفاظ على القيم الاجتماعية وضغط الأقران السلبي ومكافحة الجريمة والحوادث. وضرب العقيزة ميكيل أمثلة على الحوادث التي يرتكبها الطلاب والتي تعتبر مخالفة أخلاقية وخطيئات إجرامية وقانونية، وحث الطلاب على زيادة تعاونهم مع الشرطة للقضاء عليها وتصحيح مرتكبيها. وأضاف المشاركون أنهم فهموا من السيمينارات الأخطاء التي ارتكبت بسبب الإهمال وعدم الفهم الصحيح للوائح القانونية، وذكروا بدور الاستمرار في مثل هذه البرامج التوعوية. ومن جانبهم دعا نوه مدراء المدارس والمعلمون إلى توقيت السيمينارات وأهميتها، وحث الطلاب على تطبيقها في أنشطتهم اليومية.
تسجل المبادرة الآلية التي يقوم بها الأهالي لدعم جهود الحكومة لتوسيع الخدمات التعليمية تقدما جديرا بالسناب ومديرية لوغو عنسبة. وأوضح مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ صهيب برهاني أن المبادرات التي اتخذتها سكان إدارات الضواحي لسد النواقص في الفصول الدراسية في المدارس تساهم بشكل كبير في عملية التعليم والتعلم. وأضاف أن سكان ضاحيتي مالزاناي يقومون ببناء مدرسة ابتدائية في دانغوغولو و10 فصول شارفت على الانتهاء بالفعل، حيث بدأوا في بناء مبنى مكون من 24 غرفة لتلبية احتياجاتهم من المرحلة المتوسطة والثانوية. وقال مدير المديرية سيد أبراهام حقوس أن المبادرة ساعدت في سد النواقص في المدارس وخلق البيئة للطلاب للدراسة بالقرب من أماكن سكنهم، مضيفا بأن المبادرات التي اتخذها الأهالي أدارت ضواحي الصلال وأدوناي وعدنا أمن وديدا بالإضافة لسكان قرات غوبرو وغادغودو ودانغولو. والعمل الذي يتم تنفيذه في المديرية هي أمثلة على المبادرات الفاعلة والداعمة لجهود الحكومة لتوسيع مدى استفادة المواطنين من الفرص التعليمية المتاحة. قام سكان إدارة ضاحية كمحلو وقدم لحزين بتجميع مواردهم لبناء سد بسعة تخزين تبلغ حوالي 20,000 متر مكعب من المياه. وأفاد مدراء إدارات الضاحيتين لوكالة الأنباء الإريترية أن المبادرة تهدف إلى تخفيف من مشكلة مياه الشرب للأهالي والماشية في المنطقة. وشدد مسؤول الزراعة بالمديرية السيد تسفاي تولي بدوره على أهمية السد في الحفاظ على المياه والتربة بشكل عام وإثراء الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية بشكل خاص، وحث الجهات المعنية بالدفع بمثل هذه المشاريع. وشاد مدير مديرية فورس السيد عثمان عرفة بمبادرة الأهالي مؤكدا على الخطط الجارية لتوسعة السد. ويقطن ضاحيتي كامحالو وقادم الحزين أكثر من 7,000 نسمة يعتمدون على الزراعة والرعي في تسيير حياتهم. قام فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالإقليم الأوسط بتخريج ربات المنازل اللائي تم تدريبهن على تربية النحل وصناعة خلايا لأكثر من 3 أشهر في مديرية سرجغا. وفي حفل التخريج الذي أقيم في إمبادر أوضحت مسؤولة الاتحاد بالمديرية السيدة تخاقيتوهم أن المتدربات هن من إدارات ضاحيتي إمبادره وبلزاء. وحثت مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بالمكتب المركزي للاتحاد السيدة سنايت محاري المتدربات على أخذ التدريب على محمل الجد وتطويره عمليا ليصبحن مكتفيات ذاتيا ويعززن إمكانياتهن الاقتصادية. وحث مدير مديرية سرجغا سيد كفل ماريان قال مثقل المتدربات على نقل المعرفة التي اكتسبناها إلى النساء الأخريات إلى جانب جهودهن لتحسين سبل عيشهن، مؤكدا دعم الإدارة الكامل قائلا إن تزويد النساء بوظائف له فوائد مزدوجة. دعت مسؤولة جمعية الإعاقة الذهنية في مديرية قلوج السيدة رهوة أنقسوم للدفع بالدعم العيني والمالي والمعنوي للمصابين للإعاقة الذهنية ورعايتهم. وفي اجتماع تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون أوضحت أن من المهم تأطير الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في الجمعية. وقالت أن إقامة الجمعية يخلق فرص لتغيير المفاهيم الحالية حول المواطنين ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو ولمساعدة الضحايا ورعايتهم. وأشاد المشاركون بالخطوات التي يتم اتخاذها لمساعدة الضحايا والقائمين على رعايتهم، وذكروا بالعمل على تطوير الدعم المجتمعي المتكامل. وفي غضون ذلك قدمت جمعية الإعاقة الذهنية فرع جنوب البحر الأحمر المساعدات بالماشية للأسر ذات الإعاقة في وادي وابو قحروب ومديرية جنوب دنكاليا وفي عدي وفنبو ومديرية وسط دنكاليا. وكانت المساعدات عبارة عن 40 رأس من الماشية و3,000 نقفة لكل أسرة. وقام فرع جنوب البحر الأحمر جمعية الإعاقة الذهنية أنه تم تقديم دعم مماثل في مديرية أرعتا. في هذه الأثناء عقدت مناقشات في 25 من مارس ركزت على جهود المبذولة لمنع العزلة الاجتماعية والأسرية بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمدينة سنعفي. وقال رئيس جمعية الإعاقة الذهنية بالمديرية السيد محمد عبد القادر أن قضية المواطنين ذوي الإعاقة هي قضية اجتماعية تهم أفراد الأسرة والمجتمع والجمعيات والمؤسسات الحكومية على حد سواء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
ضرب زلزال بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار، مما أدى إلى شعور سكان العاصمة التايلاندية بانكوك بالهزات الأرضية. كما سجلت الصين هزات دفعت السلطات إلى هناك إلى اتخاذ تدابير احترازية. وكان مركز الزلزال على بعد 17.2 كيلومتر من مدينة مواندي التي يبلغ عدد سكانه حوالي 1.2 مليون نسمة. وفي بانكوك انهار مبنى قيد الإنشاء مكون من 30 طابقا، ما أسفر عن احتجاز 43 عاملا داخل المبنى وفقا لما ذكرته الشرطة والمسعفين. وقالت الشرطة أن الحادث وقع بعد الزلزال، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ بدأت عمليات البحث والإخلاء. وتسبب الزلزال في تشغيل أجهزة الإنذار في المباني الشاهقة والفنادق في بانكوك، ما دفع الآلاف من السكان إلى النزول إلى الشوارع. وشهدت المنطقة التي تضم أكثر من 17 مليون شخص اهتزازات قوية جعلت المياه تتناثر من المسابح في الطوابق العليا لبعض المباني. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تواجه مهام واسعة النطاق ومنهجة في مجال تنمية القطب الشمالي. وقد وصل بوتين إلى مدينة مورمنسك شمال غرب روسيا في زيارة عمل، حيث عقد اجتماعا حول تطوير منطقة القطب الشمالي الروسية وممر النقل في القطب الشمالي. وأكد الرئيس الروسي على الحاجة إلى تعزيز البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية وتوسيع فرص الاقتصاد والأعمال مع الحماية اللازمة للنظم البيئية الحساسة في القطب الشمالي، مضيفا أن من الضروري تحسين البيئة الحضرية باستمرار وتحسين المستوطنات في أقصى الشمال. وفي الفترة من 26 إلى 27 من مارس يقام المنتدى الدولي للقطب الشمالي في مورمنسك تحت شعار عيش في الشمال، والذي يصادف الذكرى السنوية 500 لاكتشاف الممر البحري الشمالي. بدأت الصين وتايلاند المناورات البحرية المشتركة الضربة الزرقاء 2025 التي تشمل مشاركة قوات مشاة البحرية وسط البحرية في الميناء العسكري في مدينة غوانغ بمقاطعة غوانغوندو الصينية. وتهدف المناورة إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتشارك فيها قوات مشاة البحرية وصولا إلى أساطيل البحرية. وتعد هذه المناورة هي السادسة من نوعها التي تنظمها الصين وتايلاند معا، ويشمل التمرين سيناريوهات مختلفة مثل العمليات البحرية والعمليات البرمائية والأنشطة الاستطلاعية والمراقبة والتدخلات العسكرية المنسقة. ويهدف التمرين إلى تطوير القدرات العسكرية للبلدين وتعزيز الأمن الإقليمي. رافقت مقاتلات تابعة لحلف الناتو طائرة روسية من طراز ال-20M فوق البحر البلطيق بحسب ما ذكر صحيفة بيل الألمانية نقلا عن مصادرها. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل نشاط في المجال الجوي بالقرب من غلينغراد. وبعد مرور نحو 12 دقيقة انطلقت مقاتلتين من طراز يوروفيتر تابعتان للقوات الجوية الألمانية من القاعدة الجوية في لاغ بولاية موكلنبورغ في فوربرن الفيدرالية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن الطائرات الروسية تحلق وفقا للقواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الحدود الجوية والاقتراب من طائرات دول أجنبية. عناوين النشرة مرة أخرى. مدرسة سايكالو في ساوة تقيم العام الدراسي. شرطة الإقليم الجنوبي تنظم سيمينارات واسعة. المبادرة الأهلية لتعزيز التعليم بمديرية لبعان سجل تقدما ملحوظا. زلزال قوي يضرب ميانمار ويتسبب بأضرار وهزات تمتد إلى تايلاند والصين. بوتين يعلن عن مهام واسعة النطاق في القطب الشمالي. انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين الصين وتايلاند. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.